السيارة الآن راهي سترة، السيارة الآن أعز الله قدركم راهي بمثابة الرجلين تاع الإنسان. السيارة ليست كما كنا نتخيلوا بكري باللي مصدر للرفاهية. تروح تركب في التران ما يجيش في الوقت، وإذا جاء في الوقت أحيانا وأنا صارت لي شخصيا يحطك في غير المحطة التي تريد الوصول إليها. تروح تركب في ترونسبور عادي يحشرك بأفونسي لاريار، يرفد 30 نركبوا في 60، وكما يحب الروسوفور كما يحب الشوفور. الطاكسي في كل دول العالم، تحبس طاكسي ما تقولوش من وين تركب ثم تقول له وين. الا في الجزائر الطاكسيور قبل ما تحبس الجزائر قاعد تسمع راني رايح بلاصه الفلانيه، يقول لك لا تبقى تستنى طاكسيور اللي يجي موراه. الان صار من حق المواطن انه يكتسب سياره. لما نذهب الى السوق نجد بانه الاسعار خياليه جنونيه. غير معقول انه الانسان يشري سياره في 2014 ولا في 2016 يمشي بها 5 سنين كي يجي يبيعها بسعر اغلى من اللي شراها اول مره. فنحن الان في وضع استثنائي. لهذا انا لما قلت للوزير لو كنا في وضع طبيعي ولو كنا في ظرف عادي لكان الاجدر بان اسال وزير التجاره، لان القضيه متعلقه بالاستيراد والتصدير وهو الوصيه والمعنيه بهذا الملف. ولكن لأن الجزائر في أحوالها عجب، هذا ملف من الملفات العجاب التي نقف أمامها يعني حيارة. كيفاش انتهى وزارة الصناعة القرار كما قلت صدر سنة 2020 في قانون المالية، ثم قالوا لا بد له من دفتر شروط. هذا الدفتر شروط تم إصداره في أوت 2020، ثم قالوا هذا الدفتر شروط فيه خلل كبير لا بد من تعديله، فجاء التعديل في ماي 2021. أحسب أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري مارس أفريل ماي، يعني 10 أشهر باش يجي تعديل لدفتر الشروط. وكل هذا والوكلاء ينتظرون. كيفاش احنا حابين نشجعوا الناس تستثمر؟ كاين واحد عنده كتلة من المال يخليها مبلوكية ويستنى مرسوم يجي ولا دفتر شروط يجي. فكل هذا الوضع غير طبيعي غير الاستثنائي. المواطن صار لا يحتمل هذا التأخر. يا جماعة الخير قولوا لنا إذا معولين تجيبوا سيارات، معولين إلا ماشي معولين قولوا يا الجزائري ما تسناش. للأسف الشديد الوعود الوهمية الآجال الغير محترمة هي التي تفقد الثقة في المواطن ويولي يترحم على أيامات الجزائر القديمة. يقول لك أنا في الجزائر الجديدة، أنا في أيامات الجزائر القديمة كنا خير، ب100 تجيب 4 طوموبيلات. الآن صرنا حنايا ب100 طوموبيل قديمة ما تصحلكش، وإلا جبت واحدة لازم تصرف عليها حق الميكانيكي. فهذا الظرف غير طبيعي استدعى توجيهنا سؤال مباشر للسيد وزير الصناعة، ولكن للأسف الشديد يعني أجاب بدون إجابة صريحة ومقنعة التي تشفي غليل المواطن وتخليه يعرف وش يدير. اللي عنده دوك سيارة يبيعها ولا يستنى يطيحوا ما يطيحوش، راحين يدخلوا مش راحين يدخلوا، يقدر يجيب أقل من 3 سنوات وأقل من 5 سنوات. نحن وجهنا سؤالا ولكن لا يوجد جواب صريح واضح شافي ويحقق المبتغى للأسف الشديد. ولكن سنبقى نناضل مع المواطنين من أجل استيراد كل الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها المواطن الجزائري كباقي مواطني العالم.